أهلا بيكم في قناة أخبار المشاهير. شيعت من شوية صغيرين جنازة عبد الله ابن الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي. شيعت الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. وصل حسن يوسف وشمس البارودي إلى مسجد الشرطة في المكان اللي بتقام فيه الجنازة، واتفاجئوا الناس ان حسن يوسف بيقول ان ابنه كان سباح ماهر وعمره ما كان بيشتكي من البحر، ولا عمر كنا نتخيل ان هو ممكن البحر يبقى غدار بالشكل ده. كان بيعوم كويس جدا. فالكل طبعا ساب عليه الموقف والكل وساه. الله يرحمه. هو الموضوع قضاء وقدر، يعني محدش لسه عارف ملابسات الحادث كانت ايه وايه اللي حصل وازاي توفى غرقان بالشكل ده. لسه ممكن يبقى فيه تحقيقات في الموضوع ده. ولكن عبد الله ابن الفنان حسن يوسف للأسف اتوفى في إحدى قرى الساحل الشمالي، واتنقل الجثمان بتاعه لمستشفى العالمين لأنه اتوفى غرقان. وصل طبعا حسن يوسف وشمس البارودي الفنانة المعتزلة لمكان الجنازة، وتجمع كتير حواليهم من الصحفيين ومن الفنانين اللي جم عشان يواسوهم. يعني مثلا حضر جنبهم مروة أمين ومحمد فؤاد وأشرف زكي طبعا نقيب المهن التمثيلية، والفنانة عفاف شعيب ولبلبة وإلهام شاهين ونهال عنبر ومجدي كامل ومراته مها أحمد وأيمن عزب والقأس ويدان وفكر صادق والإعلامية بوسي شلبي والشيخ خالد الجندي وياسمين الحصري وغيرهم كتير من النجوم، يعني اللي كلهم جم علشان يواسوا حسن يوسف وشمس البارودي في وفاة عبد الله اللي توفى بالغرق في عمر 35 سنة. الموضوع أكيد طبعا مؤسف جدا، خصوصا إن هو زي ما والده قال ان هو سباح ماهر، ولكن كان في حد قال ان الوقت ده كان في تحذيرات من نزول البحر في المكان ده، وانه البحر هيبقى يعني قلاب بشكل جامد حتى لو كانوا اللي فيه سباحين. فالقضاء والقدر اكيد طبعا محدش يقدر يتكلم فيه. الله يرحمه.